السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ديكسلون اوت دور. التطبيق ده مساحته 22 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق موجود في فرنسا في الاتحاد الاوروبي. التطبيق ده خاص ب ركوب العجل والمسارات. التطبيق ده فيه اكتر من 5000 مسار للناس اللي هي بتركب الدراجات وبتمشي لمسافات طويلة، وبتمشي في اماكن يعني اماكن كتيرة واماكن مختلفة واماكن اول مرة يشوفوها. فالتطبيق ده بيساعدهم على ان هو يعرفهم الطرق اللي هي مخصصة للدراجات، وكمان بيعرفهم الطرق اللي ينفع يتمشي فيها والطرق اللي ما ينفعش يتمشي فيها، او الطرق اللي هي ممكن يكون فيها زي ادغال او فيها مناطق نائية او مناطق فيها مية او حاجات زي كده. فبيحاول ان هو يحذرهم من الطرق دي، او الطرق اللي بيكون فيها مثلا امطار كتيرة، او الطرق اللي بيكون فيها ارض طينية ما ينفعش تمشي بيها او حاجات زي كده. فهو بيحاول ان هو يعرف الناس اللي هم بيمشوا مسافات طويلة، الجروبات اللي بيمشوا مسافات بعيدة بالعجل وبيمارسوا الرياضة دي، ان هو يعرفهم على الطرق المفضلة للمشي. كمان التطبيق ده بيديهم مكافآت وهدايا على الرياضة اللي هم بيعملوها دي. يعني كل ما بيمشوا مشي كل ما بيمشوا وقت معين، اللي هو 100 كيلو، بياخدوا 100 نقطة. النقاط دي بيقدروا ان هم يبدلوها بهدايا وبمكافآت وبفلوس نقدية. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية والفرنسية ومفهوش لغات تانية. ده كده يعتبر الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق فايدة حديث من الحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق واكتشف حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الإيجابية أو السلبية. أما لو أنت شاهدت الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة ولقيت حاجة مختلفة، فأنت ممكن تكتبها في التعليقات كمساعدة لأي شخص تاني. أما لو أنت بتشاهد الفيديو لأول مرة ولقيت الفيديو موجود على القناة بقاله فترة طويلة وخايف إن أنت تحمله ليكون فيه حاجة مختلفة عن اللي موجودة في التطبيق يعني، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان، وانا هنزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك، وازاي كمان ان انت آه لو عايز يعني اي حاجه في التطبيق اقدر اساعدك فيها، هقول لك عليها وعلى كل حاجه في التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.